السلام عليكم. بدأ ماتش الزمالك والمريخ بشيء غريب، ضربة شمس و11 زول عنيد، واعتمد فيريرا على أي لعيب أسمر جراي يستحمل أجواء الكفار. أما المدير الفني للمريخ السوداني الشهير بشبيه عم حارس فاعتمد على لعيبة مريبة بخطة مجهولة، وبعد تدقيق اكتشفت. ألو، معايا الصحفي الكبير أبو المهازل. ايوه، من فضلك فاهم كنا كل عايزين حاجه وعارف اي حاجه في اي حته، وهقدم لكم نفسي سريعا. انا ابو المهازل، خبير في الكوره المحليه العربيه العالميه، ونظري 3/6، ولم ابلغ من العمر سوى القليل. وبالنسبه للمريخ السوداني فده نادي مشبوه، تضم تشكيلته لعيبه غير ارضيه، وتدعي ادارته انهم برازيليين. وبعد تفحيصي وتمحيصي عرفت ان اللعيبه دي فضائيين، وانا جاي اكشف لكم كل الاسرار دلوقتي. البرازيل دي فين؟ في امريكا الجنوبيه. امريكا بتتعامل مع الفضائيين في المنطقه 51 وفي المريخ، ودي المريخ السوداني، يعني مستعمره من مستعمرات الفضائيين. مريخ سوداني. اثبات اخر، اللعيبه البرازيليين في المريخ واقفين على تعامد واحد كده اهو، كده اهو، وكل تيشيرتاتهم عليها الرقم 3. ليه؟ انا عايز حد من مسؤولين المريخ يقول لي ليه. طب انا مش عايز حد يقول، انا اقول لكم ليه. وفي رحلتي الضيقه في عالم الفلك والفلكيين اكتشفت حاجه. الفضائيين بيتواصلوا مع بعض على ارض الكناني، بالتحديد فوق هرم خوفو وخفرع ومنكبر، على عمود كده. لو قارناها بوقفه اللاعيبه البرازيليين في المريخ هنلاقي انهم كمان واقفين كده، وثلاث اهرامات وثلاث كواكب. ها، طب خد الكبير. بيعتقد بعض المؤرخين الامريكان ان اللي بنى الاهرامات فضائيين. طب 3 اهرامات وفضائيين وامريكا وبرازيل، جمع كله كده معايا، هتلاقيهم كلهم ايه؟ فضائيين. بشكر الكابتن الكبير اللي انا مهند على الاستضافه العظيمه دي، وان شاء الله هطلع معاكم في اوقات تانية ان شاء الله. سلام. بعد الاكتشافات دي ما اقدرش اعمل حاجه غير ان اسيبك مع ملخص الشوط الاول من وجهه نظره. في زول عنيف مبهدلني، بس هي دي فرصتي. اثبتي بقى عشان اشوطك. خد غطسه من الخرطوم. انا بكار وشهرتي بيقول المودرمان. اندري سيلفا بيلعب في منابع النيل. هو انا جايب الماتش من ايجي بيست ولا ايه الجوده دي؟ ما انا لابس احمر اهو، ما جبتش جول ليه؟ ضحكين عليا ومسكني لوكاكو. سيف الدين بنزيما. انا مبدع في نقله نص الملعب، لازم اثبت نفسي واحترف في اسوان. احذر من خبث الزول. هو محدش مهتم بالانقاذ ليه؟ طب ما دام الماتش واقف ما نروح بقى، انا حران جدا. مش هيسيب كرة عالية الا لو راحت الجنة ده. انا هخطف عبد الشافي ده، اسطورة اراضي غيط العنب ده. هي ازاي الشبكة نضيفة في وجودي؟ احنا بنلعب ياجوج وماجوج ولا ايه الاحجاب دي؟ يلا يا رجالة، مرتدة علينا. سوبر سوبليكس بوم عبد السلام. انا حاسس اني زول منهم، مستحيل اخذلهم. الحمد لله ضيعتها. تحيا تونس والسودان. لا مش هضغط انا، احنا عاملين تان زي بعض. يتي ايه التسديدة الحلوة دي؟ محدش بيشوف شكري نجيب بيعمل فيها ايه. مفاجأة، انا قتلت زيزو. الحمد لله على السلامه. الهندس يعني الكوره تخبط في ايدك. بدأ الشوط التاني بتسديدات كتير قوي فينا وفي الجمهور وفي السما، لحد ما نفسي موعت من الاداء، وعشان كده قررت اديلك ملخص الشوط التاني من وجهة نظري. خلونا نلعب في الضلة بقى، انا ملحت من العرق. هي السودان احتلت بلجيكا ولا ايه؟ انا الزول المرعب. كادلس الزمالك. انا عايز اعمل حمام، ما اقدرش اهجم على اولاد بلدي. والله ما عملت حاجه، هو اللي دماغه كحتت في الطرنش. ابويا قال لي ما تاخدش الامور على صدرك. ممكن بعد اذن حضرتك اخد الكوره؟ لا حاضر. انا هرجع بلدنا زحلقه، انا دماغي على قدي. ضاع ودوني عندهم. كل زول بزوجة بتاعه إلا ده ما عنده مرة. سيبني بقى، الشمس كلت مخي. طويل ورا والقصير قدام. فين شيكابالا؟ باطك في الكاميرا يا كابتن، مش كده والله. استنى بجد، دي مش اعلام الفرق اللي بتلعب. انتوا مين؟ الحماقه دي اعراض ضربه شمس. طلعوني بره، انا غايب عن الوعي دلوقتي. احذر انا مطب. خد تحجيزه بانشف حاجه فيا. هو ازاي في 5 دروجبا في الاحتياط؟ انا ذنبي ايه حضرتك؟ ايه السودانيين ما بياكلوش حمام؟ وبعد العودة دي انا جاي اقول لك حاجة بجد، الزمالك مش هياخد افريقيا الا لو غير الادارة. وحاجة كمان هقولها لك بعد ماتش سموحة. كمل معايا بقى. بدأ ماتش الزمالك وسموحة بإبراهيم نور الدين و11 سمكة بولتي.
واعتمد فيريرا على خطه هجوميه بشيكابالا وزيزو والهاني سليمان، واعتمد احمد سامي على خطه تكتيكيه ذكيه بقياده حسام سنجاري ومصطفى سعد بيبسي وحسين فيصل. ولكن بعد 18 ثانيه من السنتره اتدخل الحكم قليل الحكمه واسع الذمه ابراهيم نور الدين في شاشه محتاج يتغير لها تاتش وفلاته عشان يحرم الشهيد حسام حسن من ضربه جزاء جدا. وبعدها استمرت هجمات سموحه العنيفه لحد تدخل عاشق الكاميرات وابليس البلينات الحرام ابراهيم نور الدين برضه، وزيزو ضيعها بسرعه عشان المقطع ما يطولش، وشيكابالا جاب جول وزيزو جاب جول وزيزو جاب جول تاني، وتحليل الاهداف دي انها حلوه، وشيكابالا هيعمل اداء عظيم لو معاه راس حربه محترم. وبما ان روحك حلوه وقلبك جابك تشوف كل الهقص ده، قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر ايدي. انا دم اسكندراني، خد العطاء ده. كده كنت هتكعبلني وانا بهرسك؟ الحمد لله يسقط العدل. حد ياخد الواد ده؟ ما بحبوش يا جدعان. استنى، انت فاكر انك هتهرب بالجرم بتاعك ده؟ فاول للناشئ عشان جرح شعوره. انا تايه. سموحه بتلعب لعب غير متوقع. شاط الكوره جامد، احسبها ضربه جزاء. عيلتي مالها بالموضوع؟ طيب ايوه، النجيله دي بتزفلت قوي على رجله. الف سلامه، خد تماس. كان نفسه يلعب على الكوره، اهم حاجه النيه. انا عايز انام. ايه اللي جابني هنا؟ هو انا التحمت مع سانوس ولا ايه؟ لا ما اسمحلكش في حد يعمل فاول بالعنف ده. لولا النزاهه كنت رقعت اكتر. يا نهار ابيض، سيد نيمار شخصيا ارجوك ما تبهدلنيش، انا انهارت خلاص. اهو ده فاول بقى، خد كارت يا قليل الادب. مش شايفه بيتألم ازاي؟ اسعاف يلا اقفش الفراخ يا صبوحي. محدش فاهم تكتيكي، انا رجلي صغنونه خالص. ولا ظرفني نص كده نزلت على ودن اسمك جيت. انا دايخ، صحوني بعد الجول. انت بتتزحلق في ال18 يا وقح. خد ضربة جزاء يا لعين. ممنوع تعدي الخط، ممنوع تنط، ممنوع تصد. ايه؟ استنى، 7 طبقات؟ حنكش منكش. حد يرجع امام يا جدعان، في دوده في الملعب هتجنني. هوبا، هي الدنيا ضلمت وضاقت كده ليه؟ ها، ام باك فروم هيل. ايه ده، هي عدت؟ وده كهربا ولا ايه؟ ايه ده خالص، وحشتني الكاميرا. بس خد توزيعة الاسطوره، انا عندي حساسيه من التألق. انا بحبك كداب والله. سلام يا رجاله، الهاني سليمان عايزني. ابعد ولا ايه؟ انا فاضي اصلا وممكن ارجع بيها لحد اما اجيبها فينا. يا ويحي الدن الجزيري. خد السرو ده. ايه ده ايه الكره الخبيثه دي؟ اعمل فيها ايه؟ ودعوا الامان، انا موجود. ابويا قال لي ما تاكلش فته قبل الماتش عشان ما تتقلش. اهم حاجه العدل، بعز الماتشات اللي بتألق فيها. الحمد لله على السلامه. عم حارس عنده 63 سنه. بدأ الشوط الثاني بأداء ملوش لازمة من الزمالك وهجمات بلا هدف من سموحة لحد نزول الجوهرة عمرو بيه السيسي، ومن ساعتها محمد صبحي بيلعب لوحده لحد هدف محدش اهتم بيه من محمد الصباح. وبكده جه الوقت نختم بملخص الشوط الثاني من وجهة نظر الكوباية دي. محدش يضغط عليا، انا مجنون. اوعى يا جدع كده. ها، وقعت في الفخ. احذر من الضغط. سوهاج دي ولا ايه؟ صعدها خط دفاعنا في ورطه. مفيش ركنيات هتتلعب هنا. خد الركنيه بدماغي. زلطان ابراهيموفيتش. انا اللي هقود الهجمه. بقت مستحيله. شت. الالم النفسي او كتير من الالم الجسدي. بس عدعوده مش هيلعب تاني. افتح ومالكش دعوه. ايه؟ بانها كره كفر. من كتر نقاء التحكيم هقضي على الجراثيم كده. خلاص، هو احنا عشان ربنا ادانا نفتري؟ بسم الله عليك. شغفي للكره انتهى. انا ماشي. حقيقي زيزو ما هارب بقه. الله الله الله، زلزال ده ولا ايه؟ حسام المرعب؟ لا، يا ريتني لعبت بالجلابيه. هو انا شفاف للدرجه دي؟ خد الفنت ده. حاسب من المهاره دي استهلكت 100% من الباقه. انا بفوق بعد ال3. دبشه واقعه في ترع. انا اتخضيت من فان بيرسي. انا جبت جول. ايه ده وانا كمان. وعشان انت استحملت معايا التحليل العبيط ده، جه الوقت اقول لك جمله بجد. الزمالك محتاج خط دفاع بالكامل بعيدا عن الونش. سلام.